البني آدم على مر العصور بيحاول يعمل ايه مش عارف يعمل ايه. يعني ايه تحب الرب إلهك؟ ودي النقطة الأهم. أول واحد بتصل بيه هو ده أقرب واحد ليا، لكن القريب الحقيقي هو اللي خد قرار. انت بتعمل ده علشان تتدرب، عشان تتعود. طب ما انا كده الناس هتستغلني. تخيل لما يبقى اكتر واحد انت بتكرهه متضايق منه هو الوحيد اللي يساعدك. في مثل السامري الصالح بنلاقي انه السامري العدو هو اللي ساعد الراجل التعبان. طب انا ازاي اقدم محبة لشخص مختلف عني؟ ويعني ايه اقدم محبة لشخص عدو او مختلف عني؟ تعالوا نحكي اكتر في الحلقة دي ونفهم اكتر مثل السامري الصالح. هاي شادي، ازيك؟ احنا النهارده بنحكي في مثل اظن ان احنا عارفينه جامد جدا ومذاكرينه بالظبط. كويس قوي، اللي هو مثل السامري الصالح. اوكي. بنبدا الموضوع يعني في الكتاب المقدس، بنبدا الموضوع انه اتسال سؤال للرب يسوع: ايه الوصيه العظمى؟ فقال له تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، والتانيه مثلها تحب قريبك كنفسك. فالسؤال ببساطه اتسال: مين هو قريبي؟ مين هو قريبي؟ صدقيني مش عارف. انا يعني هحاول افهم مين هو قريب، بس خليني اقول الجو اللي كانت قال فيه الفكرة نفسها. يعني هو اصلا كان واحد جاي عايز يجرب المسيح، عايز يشوفه هو هيقول ايه، رد فعله ايه. والمسيح وهو بيقول اعمل ايه لارث الحياة الابدية، فهو راح في حتة شوية صعبة. يعني البني ادم على مر العصور بيحاول يعمل ايه مش عارف يعمل ايه. وانه القصة المسيح بدأ ياخد الكور بتاع الفكرة نفسها، مش فكرة انك تعمل على قد ما فكرة انت بتعملها ازاي. دي النقطة الأهم. ومن هنا بدأ يعرف، حتى يدي تعريف مختلف شوية عن المحبة، وإنك تحب مين ومين هو قريبك، بس بشكل مختلف عن اللي الطبيعي الناس بتقوله أو بتتحرك فيه. فببساطة المثل لا يحمل أي شيء ولا أي رمزية فيه غير إنه بيجاوب على سؤال: مين هو الشخص اللي أعمل معاه الخير؟ مين هو الشخص يعني مين هو قريبي؟ مش المقصود بيها إنه مين اللي قريب مني ومين عدوي، بس مين اللي أعمل معاه الخير. فمين اللي أعمل معاه الخير ده اللي بدأ المسيح يجاوب ويمشي السكة بالمثل ده، لأنه في المثل ده هو بيتكلم عن ناس هم أعداء ليهم. فلازم أبقى فاهم وهو بيقول سامري، هو ما قالش صالح. حتى الراجل في آخر المثل لما بيقول له، المسيح بيسأله بيقول له قول لي مين اللي عمل معاه الخير، قال له الراجل ده. يعني حتى ما قالش اسم سامري لأنه مش طايقه أصلا يعني. فهي دي القصة وهي دي الرحلة اللي فيها بيبتدي يتكلم أو يبتدي يتناقش المسيح من خلال القصة دي عن يعني إيه محبة، يعني إيه تحب الرب إلهك. ودي النقطة الأهم، وإنه الوصية مش منفصلة إنك تحب الرب إلهك بالانفصال عن الناس اللي حواليك، لكن إزاي إنه محبتك لربنا بتنعكس في محبتك للناس وطريقة نظرتك ليهم بشكل بقى عملي، بشكل فيه دافع مختلف. الراجل ما كانش عنده شيء يعني هيكسبه من ورا الراجل اللي بيحاول يساعده. يعني ففي كذا حاجة في القصة لما ندخل فيها. فمين هو قريبي أو مين اللي أعمل معاه الخير بشكل أصح؟ هو أي شخص أقدر أعمل الخير معاه المفروض إن أنا أكون بعمله. فمين هو قريبي أو مين اللي أعمل معاه الخير؟ أي حد، طالما أنا قادر إني أعمل كده. تعالى بقى ندخل في شخصيات القصة. يلا. احنا عندنا واحد اتعور وتعبان ومحتاج مساعدة، وبيظهر 3 شخصيات مختلفة: واحد كاهن، واحد لاوي، وواحد سامري. بالظبط. تعالى نشرح اشمعنى يسوع جاب سيرة ال3 أشخاص دول. لما ببص على المجتمع اليهودي تاني اللي كان بيتكلم فيه المسيح، فهو اتكلم عن شخصية الكاهن. والكاهن ده كان دوره انه يعني يساعد الناس انهم يقربوا لربنا، فده المفروض انه دوره. واللاوي ده واحد من سبط لاوي، فهو يعتبر يعني تابع او جزء اللي بعد كده او المرحلة التانية من الكهنوت، فده الراجل اللي بيخدم ربنا. فالمفروض انه دول اقرب 2 للشعب. يعني واحد بيساعد الناس عشان تقرب لربنا، والتاني بيحاول يساعد الكهنوت وبيساعد الناس برضو، بيخدم الناس. فهو ادى نموذج لنوعين من الناس المفروض ان دول يكونوا اقرب ناس لربنا ولليهود. فهو كشخص يهودي بالنسبة له انه هو نفسه يعمل الخير او يعمل خير مع واحد يهودي او مع كاهن او مع راجل لاوي من سبط لاوي، ده احسن بكتير، وده قريبي وده اللي احب اعمل معاه الخير. والعكس برضو. فهو متوقع منه انه لما يقع في مشكلة اول واحد هيقرب ليه او يحاول يساعده هو الكاهن، هو اللاوي.
لكن الحقيقه في القصه هي ما حصلتش. فهو جاب نموذجين انه دول اقرب الناس ما عملوش ده، والشخص اللي مش قريب واللي انت كارهه واللي انت مش طايقه هو ده اللي عمل الخير معاك. فمين هو قريبك؟ هو ده كانت اجابه السؤال، انه اللي عمل، وهو الراجل قال له ذاك، يعني هو ده اللي عمل الخير. هو مش قادر حتى يقول مين، بس هو في النهايه اللي عمل الخير، اللي عمل الخير بدافع مش بيدور على شيء يمتلكه، مش بيدور على مكسب، مش بيدور على منصب، مش لانه مفروض انه يعمله، لكن لانه هو شاف حد في ضيقه محتاج مساعده قرر انه يساعده. فهو ده الشخص القريب الحقيقي. وده من هنا نقدر نستنتج مين الناس القريبين اللي في حياتنا. يعني انا بقول دايما بالنسبه لي انا ممكن يبقى عندي صحاب كتير قوي، بس مين اللي قريب حقيقي ليا؟ هو الشخص اللي لما اقع في مصيبه اول واحد افكر فيه ان انا اروح له. يعني اول واحد افكر وانا عارف انه هيسندني، انا عارف انه هينجدني. ففي الغالب اول واحد بتصل بيه هو ده اقرب واحد ليا، مش لانه هو بس بيعرف ينجدني من المصيبه او هو شاطر، لا، بس في جزء داخلي عارف انه الشخص ده بيحبني، وللدرجه اللي فيها انه لما اروح له، لما تقع مصيبه هروح له، انا عارف انه هيقف جنبي حتى لو مش هيقدر يعمل كل حاجه. بس كمان حاسه انه الكاهن واللاوي كانوا شخصيات في المجتمع واخدين برستيج طبعا. ودول هم بتوع ربنا، هم دول التمام. فبرضه يسوع كسر حته كده انه مش بشطارتك ومش بشكلك ومش اللي هو ايه، مش انت اللي اسمك بتاع ربنا فانت ده معناه ان انت راجل كويس وتمام. طبعا، ما هي دي الفكره، ان هو مش بس الشخصيات وطبعا وظائفها وان هم من نفس الجنس، يهود زيه. دول يهود زي بعض، فهو نفس الديانه، نفس الطباع، نفس الحاجات. بس هو في النهايه هم بصوا ومشيوا، فهو وكانه خلاص مش دول قرايبك. انت ممكن تبص لمنطقه ابعد من كده. اوقات احنا بنبقى مستنيين ناس متوقعين ان هم قريبين لينا، بس هم مش قريبين لينا، في حين انه ممكن ناس ما نبقاش متوقعين انها هتعمل معانا الخير هم بيعملوا معانا الخير. هم دول اللي اقرب لينا. فاحنا اوقات بنتصدم في الناس القريبين، ده طبيعي، ان الناس ممكن نبقى فاكرين ان احنا هم قريبين لينا، بس هم في الحقيقه مش قريبين. اوكي. ففي آية بتقول انه بمعنى يعني انه لو انا بقول بحب ربنا بس انا مش بحب اخويا فانا كده ما بحبش ربنا. اوكي، ده جانب تاني. فاحنا كده، وهو بيحكي عن المثل ده كان بيحاول زي ما انت لسه قايل انه بيربط بين انك بتحب رب الهك من كل قلبك وفي نفس الوقت انت زيه بالظبط لازم تحب قريبك، كانهم وجهين لعمله واحده يعني. اوكي، خليني اقولها بطريقه تاني. في مراحل ودوائر من الحب مختلفه. يعني في مراحل حتى في العلاقات مختلفه. فاللي انت بتقوليه في الجزء انه لو انت مش قادر تحب اخوك اللي انت شايفه، فازاي هتحب ربنا اللي انت مش شايفه؟ فهنا بتكلم على دايره قريبه قوي. يعني حتى بتكلم على ناس، هو النهارده بيتكلم على ناس هم قاعدين مع بعض، هم قريبين لبعض، هم بيحبوا بعض، هم اخوات فعليا. فلو انت بتقول ان انت مش قادر يعني انت بتقول انت بتحب ربنا بس مش قادر تحب اخوك اللي انت شايفه، فده في حاجه غلط. يبقى اكيد في حاجه غلط، يبقى انت اصلا ما بتحبش ربنا. لان الله محبه. وهنا ادى الستيتمنت اللي بتقول ان الله محبه اشهر ايه او اشهر تصريح اتقال عن الله في الايمان المسيحي. لكن كمان من الناحيه التانية هو ادانا بعد ابعد شويه في القصه بتاعت السامري. ايوه، انه حضرتك انت محتاج تعمل الخير مش مع الناس القريبين منك بس، انت محتاج تروح لدايره اوسع. يعني لو ببص عليها النهارده، انا مش محتاج طول الوقت اعمل الخير فقط مع اهلي، ودول الدايره الاقرب ليا ودول المفروض ان اعمل معاهم الخير، لكن كمان ان ابص على دايره الاوسع. فايه اللي يخلي النهارده ان اروح اعمل حاجه لاي شخص، حتى ولو كان الشخص ده مثلا مش هيفيدني في حاجه، هو مش مفيد ليا، هو مش هستنفع من وراه زي ما بيقولوا الناس يعني. بس لانه في جزء داخلي جوايا مرتبط بان انا عرفت ربنا، والله حب الناس حتى والناس وهم كانوا بعاد. فالجزء ده هو بينعكس بعد كده في حياتي، انه حتى اقدر اساعد الناس حتى لو الناس دي بعيده عني، حتى لو الناس دي مش بتحبني بالدايره القريبه او من الدايره القريبه مني، لكن ازاي اني اتعلمت من الله انه احب كل الناس حتى ولو الناس دي مش بتحبني او مش قريبه ليا. وده التحدي الاكبر والاصعب اللي حطه المسيح قدام الراجل اللي كان الناموسي اللي كان بيجربه. فهنا مفهوم المحبة مش المشاعر والكلام الحلو وكده، لا دي محبة أنا بتمنى الخير للآخر وبعمل له خير حتى لو مش هستفاد حاجة، مش بتمنى بس. لأنه يعني عارفة أنت لما بص عليه الكاهن واللاوي وراحوا ماشيين وكملوا طريقهم، في الغالب ممكن يكون بتوقع طبعا ده ملوش دعوة ربنا يسهل لك، او انه هنصلي لك، او انه يعني هنشوف هنعمل ايه، بس اروح المكان، او اني عندي حاجه ضروريه فانا محتاج لما اخلص ارجع لك.
يعني ممكن يكون ده رد فعلهم اللي خلاهم في القصة نفسها، أو المسيح كان بيقدم القصة على إنه الناس ما وقفتش، ما خدتش قرار. لكن القريب الحقيقي هو اللي خد قرار، وخد قرار وكمل يعني لحد ما وصله لمكان آمن وسابه ومشي بعدها. فهو وداه مكان آمن. هو برضو يعني ما ادالوش حاجة وقال له روح انت تصرف لوحدك أو عيش لوحدك، لكن لا، هو ازاي انه فضل مكمل جزء من الرحلة عشان يطمن عليه، يتأكد انه في مكان آمن هيقدر يقوم بعد 2-3. ساب فلوس تحت الحساب علشان لو هيريح 2-3 دول، ومشي وانطلق بعد كده. فهو مش بس مجرد انه بيعمل خير ويرميه، او مجرد، لا بالعكس، ازاي انه بيطمن انه فعليا هو قدر يساعد الشخص ده. طب تعالى بقى نحطها على ارض الواقع. اوكي. احنا دلوقتي ما فيش سامريين ويهود وكده، لكن انا عندي ناس مختلفة عني، ناس بتفكر افكار مختلفة، ناس انا رفضاهم، ناس انا عندي مشكلة معاهم، اذوني. يعني ممكن يبقى السامري ده مش بس معتقداته مختلفة عني، لا، عندي مشكلة مع حد حتى لو معتقداته شبهي. ازاي انا ابقى عندي المبدأ بتاع اني احب شخص مختلف عني؟ اوكي، ده للأمانة ده تحدي صعب. انا شخصيا ما بعرفش اعمله في اوقات كتيرة يعني، بس او بعمله في دوائر ودوائر لا. بس اللي بيبقى تحدي قدامي انه طول الوقت هو المحبة فيها جزء من القرار. اوكي. والقرار ده مش معتمد على مشاعري او على مودي النهارده شكله عامل ازاي. اوكي. يعني انا النهارده مثلا انا عندي بنت انا بحبها، بنتي ما بحبها، بس في اوقات بتغيظني، وفي اوقات ببقى مش طايق نفسي، وفي اوقات ببقى انا مش طايق حد ولا. بس ده مش معناها انه هقوم ارميها في الشارع او يعني ما خلاص، او لو هي طلبت حاجه مش هعملها. بل بالعكس، انه اوقات باخد قرار عكس مشاعري وعكس اللي حاسس بيه، لانه المفروض في جزء من اللي عليا ناحيتها انه لا، انا محتاجه اقوم بواجبي ناحيتها او بدوري ناحيتها. وفي جزء اوقات بيبقى تلقائي، يعني مش محتاج افكر فيه، انا خدت القرار وماشي فيه ومش محتاج افكر فيه. اعتقد انه في جزء داخلي جوانا نتيجه للمعتقدات المحوريه اللي جوانا، اللي اتربينا عليها، مش اللي بنقولها، لان احنا بنقول كلام كويس كتير قوي، زي ما كنت بتقولي كده، في حاجات بره الترابيزه احنا حلو ان نعرف نوعظ. يعني مره C.S. لويس كاتب الانجليزي بيقول الفكره، بيقول الغفران فكره جميله لحد ما نلاقي حاجه عايز نغفر عشانها تبقى هنا المصيبه. أيوة. فهي فكره جميله بنقعد نرددها، ولازم نغفر، ولازم نحب المختلفين عنا، ولازم نحب، الى انه يجي موقف زي كده يبان على حياته. فاحنا بنقول كلام كتير قوي، بس في المواقف بيحصل العكس تماما. أيوة. وبالعكس احنا بنلاقي له مبرر كمان. صح. لانه معتقداتنا المحوريه اللي اتربت جوانا في المجتمع هي طول الوقت اللي اتربينا عليها من صغرنا، ان احنا بنحب اللي شبهنا، وان احنا بنساعد اللي شبهنا، وانه لما نخلص مساعده اللي شبهنا نبقى نشوف اللي مش شبهنا. أيوة. في حين انه انا يعني ما انا قابل ناس، كل الناس هقابلها في طريقي، في ناس شبهي في ناس مش شبهي. أيوة. فهي دي النقطه، ازاي انه تتغير المعتقدات بتاعتي، اللي مش اللي انا بقولها لكن اللي انا بعيشها. ده بياخد جزء من القرار، ده بياخد جزء، والقرار ده وكأنه نوع من أنواع التدريب. يعني في كتاب اسمه دعوة لحياة المسيح بيتكلم عن تدريب ازاي انك تعرف تحب المختلف عنك. انت محتاج تعمل تدريب. مجهود. بس انا بخاف انه اوقات المجهود يتحول لناموس، اللي هو انا بعمل كده عشان ارضي ربنا. لا 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 خالص. هو على فكرة يعني المسيح رفض الفكرة دي. أيوة. لكن ازاي انك تعمل، انت بتتدرب على انك تحب المختلف عنك، ده تدريب. انت لازم تعمل حاجات بقرار واعي، بإرادة. انت بتعمل ده علشان تتدرب، عشان تتعود، زي اللي بيتدرب في الجيم علشان يبقى في النهاية عنده لياقة بدنية معينة. فهو ده لازم فيه تدريب بيمشي فيه علشان يتعلم ده. فواحد هو قرار واعي مش بالمشاعر. 2 هو تدريب لازم يتكرر بشكل يومي، بشكل متكرر، بشكل مقصود، علشان يبقى جزء من العادة بتاعتي، اقتناع مني انه ده المفروض ان انا اعمله. مش المفروض لانه واجب، بس لانه جزء من علاقتي بربنا. ربنا نفسه هو بيحتملني، وانا مختلف، وانا بطلع عينه، يعني انجاز التعبير يعني. بس في النهايه انا بحبه وهو بيحبني. فاحنا يعني هو بيحبني حتى وانا مختلف، حتى وانا واقع، حتى وانا ضعيف، حتى وانا ساير، حتى ضده. فهو بيحترم ده وبيحبه وبيعمل الخير معايا. فالمفروض انه جزء من علاقتي ده تنعكس على علاقاتي اللي بعد كده. انا اول مره اخد بالي انه فعلا الموضوع ان انا احب عدو او حد مختلف ده تدريب. يعني احنا دايما بحس انه انت بس قرب من ربنا شويه وهو هيساعدك تعمل كده، بس ما خدتش بالي انه فعلا لا، هو فعلا انا محتاج هعملها مره وهفشل، ومره تانية هنجح. وبرضو في انا بتحط قدام مواقف، يعني متهيألي في حياتنا العمليه احنا بنتحط قدام مواقف ان احنا ممكن نأذي الشخص ده،
او بالظبط. ممكن يعني شخص مطلع عينينا واحنا عندنا الباور ان احنا نقول حاجه وحشه، بس انا لا، انا محتاج في اللحظه دي اتدرب انه لا، انا مش هعمل كده. انا مش هعمل ده جنب، بس الجنب التاني انه لو في ايدي ان اعمل له الخير وانا ما عملتوش، ده اللي الرسول يعقوب بيقول إنه أيوة. يبقى انا هنا بعمل غلط. فانا لو في ايدي ان انا اعمل له حاجه كويسه، لو انا مكان الشخص السامري آه هعمل للشخص ده ولا هعدي؟ انا مش هاذيه، انا مش هكمل عليه ضرب. فانا سايبه مضروب وخلاص، هو مش وخلاص هكمل بقى. عليه ضرب، هو راجل يعني واخد اللي فيه النصيب، أيوة. فمش بس لا، هو الفكره ابعد من كده. هو انك ازاي تعمل الحاجه او تعمل الخير او تعمل فعل اللي ممكن محبه يكون مش مطلوب مني. مش مطلوب من، هو في الغالب مش مطلوب مني، لانه مفيش اجبار على يعني مش عارف اعمل حاجه بحب أيوة. وانا مجبر عليها. صح. هيبقى نوع من انواع الاجبار وابقى بعملها تقيله قوي على قلبي. أيوة. يعني انا في ناس بعمل لهم حاجات بتبقى تقيله على قلبي، وفي ناس لو طلبوا عينيا في قلب أيوة. الضغط هديها لهم لان انا بحبهم. أيوة. بس ده لا، انا بقرر انه فجنب القرار، جنب اني بقرب لربنا، ده ضروري. يعني اللي انت بتقوليه انا بقرب من ربنا، ده ضروري لانه بتعلم من محبته ليا. بس الجنب التاني انا لو ما عملتوش، لو ما جاهدتش فيه، أيوة. انا مش هعرف اوصل. فانا محتاج اني اقرب فعلا، لاني اتعلم من ربنا ازاي نفسه بيتعامل معايا. بس على الناحيه التانيه انا محتاج اشوف، لا انا محتاج اتعلم واتدرب واجتهد واجاهد علشان تتغير وتتشكل شخصيتي وحياتي وقراراتي بالشكل ده. اول سؤال بقى بيطلع في ذهن الناس لما بتسمع الموضوع ده، انه طب ما انا كده الناس هتستغلني، ما انا أوكي. كده الناس يعني هتاخد على قفايا، اوكي. ما انا كده وده طيب حقيقي. مع الكل وكويس مع الكل ده حقيقي. وبتاع وكده، فانا هيتم استغلال محبتي دي او غفراني ده او دايما أوكي. ده بيطلع انه انتوا بتاخدوا على صح. وشكوا وتسكتوا. صح. طيب خليني افرق ما بين حاجتين مهمين. طبعا في فروقات كتيره، لازم ابقى عارف يعني ايه استغلال الاول. اوكي. ويعني ايه، طبعا يعني ايه محبه. فانا عندي خناقه في يعني ايه محبه، والخناقه التانية يعني ايه استغلال. والمحبه مش معناها المصالحه، يعني مش معناها انه افضل في علاقه وفي مصالحه مع شخص بيسيء ليا بيغلط فيا، لانه وده فرق كبير قوي في الكتاب المقدس بين الغفران وبين المصالحه. فالغفران شيء والمصالحه شيء، المحبه شيء، وانه تبقى في علاقه مع شخص بيستغلك ده شيء اخر. اوكي. فخليني اقول انه في فروق كتيره قوي ولازم احددها. بس لو انا في علاقه دي، يعني في علاقه محبه. نفس الكاتب، انا بحب الراجل ده جدا، سي.اس. لويس، هو كان بيشبه المحبه بفكره 3D كده بيسميها، يعني 3 اوجه. بيقول لو وجه يعني اختفى من الاوجه دي، المحبه ما بقتش محبه، بقت تدمير. يعني بيقول انه المحبه هي العطاء، بس ده جزء منها، ده مش كده. والمحبه اخذ، اللي احنا دايما بننكرها او دايما بنبقى حاسين انه دي اقل نوع من انواع المحبه، بس هي دي مش حقيقه. محبه الاخذ زي محبه العطاء زي محبه الاستمتاع. فبيقول انه اي علاقه في الدنيا، لما بقول انه شخص بيحب شخص، لازم يمر بالثلاث حاجات دول. انه ياخد ويدي ويستمتع. فلو هو بيدي بس وافتكر انه المحبه عطاء، دي محبه شيطانيه. يعني محبه العطاء دون الانتظار من الاخذ، دي محبه شيطانيه. على فكره احنا بننادي بيها طول الوقت، ولكن المحبه لازم تدي وانت مش مستني انك ايوه تاخد. بالظبط. بس دي محبه شيطانيه، لانه وهو بيقول فكره قويه جدا، بيقول ان انت بتدعي في اللحظه دي ان انت اله. لانه الاله هو اللي بيدي من غير ما ينتظر. انت حضرتك بني ادم. فانت لازم تدرك محدوديتك ومحدوديتك في العطاء حتى، وعلشان تعرف تدي انت محتاج برضو تاخد. فانت في الحالتين انت محتاج تدي. فلو اديت بس من غير انك تاخد ومن غير انك تستمتع، دي ادعاء للالوهيه، دي محبه شيطانيه. ولو اخدت من غير ما تعطي، دي محبه انانيه جدا. ولو اخدت واديت من غير ما تستمتع، دي محبه تبادليه نفعيه. يعني انا بديك النهارده عشان تديني، فاحنا يعني مصلحه. فلو المصلحه موجوده والدنيا شغاله ماشي، بس لو خلصت خلاص فانا مش مستمتع. فهو بيقول ازاي انه المحبه، لما اجي اعرف المحبه فيها ان انا بدي، وان انا باخد كمان من الشخص الاخر، وان انا كمان بستمتع بالمحبه دي. فالثلاثه هم موجودين في الاوجه دي في المحبه، غير كده ما تبقاش محبه. فدي رقم واحد. بس الجزء التاني، الاستغلال، هو انه ابقى عارف انه شخص بيسيء الي وانا مش بعمل الخير بقى. انا هنا بيحصل نوع من انواع الاساءه. ازاي اوقف الاساءه؟ ده مش معناها ان انا اوقف الخير. انا بوقف الاساءه لانه في اساءه حصلت، في ضرر حصل. انا ممكن اعمل خير مع اي حد من غير ما يحصل اساءه. انا ممكن شخص محتاج فينفع اساعده. لكن الاساءه بتحصل والاستغلال بيحصل
لما بيبتدي يدخل في حياتي اكتر من اللازم. يعني لما الشخص يدخل في حياتي اكتر من اللازم. ايوه لو انا مش عارف حدود، ودي نقطة مهمة، لانه حتى في ناس من ضمن الحاجات اللي بيقولوها لازم يبقى في حدود في المشاعر وحدود في العلاقات، بس كمان حدود في المواجدة. المواجدة دي ان انا احس بالشخص. اوقات ممكن ابقى انا شايف شخص متألم فاحس بيه قوي، فلاقي نفسي غرقت اتسحلت. معاه. أيوة. فاتسحلت وانا بقيت انا اللي متألم وتعبان وانا أيوة. انا كنت كويس يعني قبل ما ادخل وقبل ما اتكلم معاه. أيوة. انا كنت كويس، بس ازاي انه احط حدود فانا شاعر بيه بس من غير ما انجرف او ادخل ورا. فازاي اعرف اساعد واساعد لحد ما الشخص يوصل لبر امان، وبعد كده هو الراجل انطلق بعد كده. فازاي انه ابقى عارف حدودي واحط حدودي كويس، وابقى عارف لاي مدى هساعد ولاي مدى هقدر ادي من غير ما يحصل ليا لا اي اساءه او استنزاف. اوكي. وده النقطه الاهم، لا يبقى فيه اساءه او استنزاف، ولا يبقى فيه اي نوع من انواع الاساءات اللي ممكن تكون بتحصل لي. هنا انا ادي وانا مش مستني حاجه، لانه انا في النهايه مش مستنزف ولا الشخص اللي قدامي بيحاول يستغلني. فلازم اكون حريص وابقى عارف حدودي وحدود اللي قدامي. فده اللي حصل في المثل، انه السامري وداه لمكان امن زي ما انت قلت، بس بعدين ما فضلش قاعد جنبه بقى، ما بالظبط. سابش حاله وماله وكل اللي وراه بالظبط. وفضل قاعد منغرف في مشاكله، لكن هو عمل اللي قدر عليه، وبعدين راح وساب فلوس وعمل اكتر مما هو مطلوب منه. بالظبط. بس في نفس الوقت هو ما استنزفش في الحتة دي. بالظبط، لانه في ناس تاني هعمل معاه الخير في، واحنا دايما في حياه بعض مراحل. يعني في مرحله في فلان بيساعدني، المرحله اللي بعد كده مش هيساعدني. انا بساعد ناس في مرحله بعد كده مش هعرف اساعد. فده طبيعي، لازم اكون مدرك ان احنا سيزونز او مواسم في حياه بعضينا. هنيجي في وقت نكون قريبين، نيجي في وقت نقدر نعمل، في وقت مش هنقدر نعمل. فلازم ابقى عارف ده علشان ما بقاش حاسس بالذنب ولا في نفس الوقت مستنزف في قصه واحده او في اتجاه واحد. اوكي، شكرا قوي شادي على الحلقه. ميرسي ليكي جدا. يعني شكرا. اتمنى ان احنا الحته بتاعت محبه الاعداء او محبه الشخص المختلف عني دي دايما كانها بلك كبيره كده، سور كده قدامنا، مش عارفين نعدي، لا عارفين نغفر ولا عارفين نحب، رغم انه ده كور الايمان بتاعنا، يعني ده الاساس بتاع الايمان بتاعنا. فبصلي انه التحدي ده يبتدي كده نعديه واحده واحده ونتعلم، لان احنا هنفضل طول عمرنا ده على مستويات كل شويه بيكبر اكتر واكتر واكتر. شكرا قوي شادي على وقتك. ميرسي ليكي. شكرا.